كوكو حبيباتي، اليوم جيت وجبت لكم لا ريسيت تاع كيش الدجاج بواحد لاباط بزاف خفيفه والحشو تاعها بزاف بنين. تبعوا معايا تشوفوا طريقه التحضير. اول حاجه عندنا 125 غرام تاع الزبده اللي راهي بدرجه حراره الغرفه، نزيدوا معاها 4 مغارف تاع الزيت. بعد ما درت 4 مغارف تاع الزيت لهنا عندي بيضه كامله وشويه تاع الملح. نخلط هذه المكونات بالباتور حتى وين يعود عندي قوام كريمي. هذا هو القوام اللي لازم يكون عندنا، ونضيفه معهم نص مغرفه صغيره تاع خميره الحلوى. وعندي هنايا قيس 2 كيسين معمرين تاع الفارينة مغربلين. نبقاو نضيفو في الفارينة حتى نتحصلوا على عجينة متماسكة وما تلصقش في اليد. وهذا هو القوام اللي لازم يكون عندنا، عجينة متماسكة وما تلصقش في اليد بصح طرية. لاباط تاعنا لازم نديروها في السيلوفان ونخلوها في الفريجيدار ترتاح ونروحو نديرو الحشو. في الحشو تاعنا هنايا انا درت حبة تاع بصل كاملة قطعتها مربعات، زدت معاها شوية تاع الزيت وخليتها تتقلى. بعد ما تقلت لي البصله كما راكم تشوفوا زدت معاها 2 فصوص تاع الثوم. وعندي هنايا نصف صدر تاع الدجاج اللي كنت رحيته. في لي زيبيس عندي الملح والفلفل الكحل، توابل تاع الدجاج، توابل تاع الشاورما، ودرت فلفل احمر ونص مغرفه تاع لا موطارد. راح نخلي لكم كامل التوابل اللي درتهم في الديسكريبشن بوكس، كي تهبطوا لتحت تلقاهم. بعد ما طيبت الدجاج تاعي البنات رحت جبت لاباط تاعي من الفريجيدير ونفتح رقيقه شويه على بابي كويسون باش تجيني سهله نقلبها في المول. ندير في المول تاعي شويه تاع الفارينه باش ما تلصقليش ونقلبوها كما راني ندير. عدلتها شويه على الاطراف قبل ما نحي البابي هذاك، وهنا رايح يتنحى معاكم بكل سهوله. هاي لكم العجين تاعي كيفاش جاتني في البلا. انا نحيت هذوك اللي جو زايدين شويه من الفوق بالطريقه هذه. وما تنسوش تثقبوها هكذا بالفرشيطه كما راني ندير. وهنا نحط الحشو تاعي. بعد ما كملت درت الحشو عندي هنايا 2 بيضات وعندي كاس معمر تاع لا كريم فريش، نديروهم مع بعضهم. درت معهم شويه تاع الملح ونخلطو كلش مليح. بهذه الطريقه الكيش تاعكم ماهوش رايح يجيكم ناشف ورايح يجيكم مشمخ من الداخل. انا حبيت نزيد شويه تاع الفرماج رابي من الفوق، نتوما تقدروا ما تزيدوش وتخليو غير الكريمه. درتها في الفور على 180 درجه وشعلت عليها من الفوق ومن التحت. وهاي لكم بعد ما طابت البنات نقسمها ونوري لكم كيفاش خرج لي. وهذه كانت وصفتنا لنهار اليوم، ان شاء الله تكون عجبتكم وما تنسوش تخبوها لرمضان. باي باي.